المشاهدون الأكارم أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول المولد النبي الشريف وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. وبهذه المناسبة نعلن بأن يوم غد هو إجازة رسمية. وفيما يلي مشاهدينا الأكارم نقدم لكم من الفضائية الإريترية نشرة أخبار هذا المساء نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقييم أنشطة المرأة في عنسبة. ورشة عمل لحقوق وسلامة الأطفال في حقات. جهود تقوية التعليم المسائي في الإقليم الجنوبي. وفد حكومة سوريا يصل إلى جنيف من أجل محادثات السلام. كوريا الشمالية تقول أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا. ومعطل 19 جراء إعصار في جزيرة جاوا بإندونيسيا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. تفاصيل نشرة أخبار هذا المساء ونستهلها بالنشرة المحلية. قيم الاتحاد الوطني للمرأة فريق إقليم عنسبة أنشطته عام 2017 ووضع برامج عمل لعام 2018. وأشار الاجتماع الذي شاركت فيه عضوات من جميع مديريات الإقليم إلى تنفيذ أنشطة جيدة في التنظيم السياسي، وتوصل إلى تفاهم لتوسيع التعطير والتنظيم وضمان صحة وتطور المرأة والدفع بالتعليم ومكافحة العادات الضارة. وأشاد الاجتماع بإعلام مديريتي أسماط وهبرو خالية من ختان الإناث والذي يؤكد جهد الاتحاد ووعي المجتمع. وأوضح التقرير المقدم عن حدوث تغيير إيجابي لتشجيع التحاق المرأة بالتعليم. وبحث الاجتماع بتوسع برنامج القروض للمرأة ومحو الأمية ودورها لتطور المرأة وعلاقة الاتحاد مع الشركاء وغيرها من القضايا. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فريق إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن في ختام الاجتماع أن وضع برامج لتطوير المرأة وتنفيذها من الخطط الرئيسية للاتحاد، داعية المرأة للمشاركة النشطة في البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد والنضال ضد العادات البالية. وحثت جميع المؤسسات لتعزيز المشاركة لإنجاح البرامج الموضوعة. نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة ورشة عمل في مديرية حقات حول سلامة وحقوق الأطفال عامة ومكافحة العادات الضارة بصفة خاصة. وأوضح مسؤول مكتب حقوق الطفل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد موسى حديش في الورشة التي شارك فيها أعضاء لجنة حقوق الطفل في المديرية وممثلي المجلس والاتحادات الوطنية ورجال الدين والوزارات وجهات أخرى. أوضح بأن جهود جادة تبذل لضمان حماية حقوق الأطفال بتأمين الرعاية الاجتماعية، داعيا لجنة حقوق الأطفال في المديرية للاهتمام بذلك والقيام بلقاءات وتقييم شهري. من جانبه أوضح خبير رعاية الأطفال السيد يونس رأيا ومسؤول وحدة إصلاحية المشردين والمخالفين القصر السيد الكبرابي التخسم أوضح أهم أسباب الأيتام وعمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لحل المشكلة. وبحثت الورشة التقرير الذي قدمته لجنة حقوق الأطفال وناقشت سبل تعزيز مشاركة الجهات المختصة في جهود مكافحة زواج القاصرات والحمل غير المرغوب فيه وختان الإناث. هذا وقد تكونت لجان حقوق الأطفال في 42 مديرية على مستوى البلاد وفي 8 مديريات بإقليم عنسبة. نظم في مستشفى أروتا سيمينار تنويري يوم 28 من نوفمبر لتعزيز مساهمة المتبرعين الطوعيين للدم للحصول على الدم البديل أثناء الإسعافات الطارئة والعمليات الجراحية. وبحث السيمينار الذي نظمه بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم حملة التعبئة التي يتوجب القيام بها لتوفير الدم في المستشفيات والذي لا يتناسب حاليا مع توسع الخدمات والمتطلبات. وقال المدير الطبي لبنك الدم الوطني السيد إبراهيم يماني في الكلمة التي ألقاها قال أن الدم المتبرع به طوعية مهم جدا لإنقاذ حياة المواطنين عامة وأثناء الولادة خاصة.
وأشارت الورشة إلى أن التبرع الطوعي للدم يغطي فقط نسبة 72% من الاحتياجات، وأن 67% منه يقدم للنزيف الذي يحدث أثناء الحمل والولادة. وأوضح مدير الخدمات الصحية في وزارة الصحة الدكتور جيتو مبراتو في الكلمة التي ألقاها، أوضح أن التبرع الطوعي للدم لإنقاذ الحياة يعكس مستوى وعي المجتمع، داعيا لتعزيز دور المؤسسات التي لها علاقة عمل لإرساء ثقافة التبرع بالدم وتنميته. عقدت في مدينة مندفر ورشة عمل لتقييم التعليم المسائي وبحث جهود تقويته. وقدم مسؤول التعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين تقريرا عن المواطنين الذين تابعوا التعليم المسائي عبر برنامج تعليم الكبار في السنوات السبعة الماضية وحققوا نتائج مميزة. وأشار إلى تقديم التعليم المسائي في المدارس المتوسطة والثانوية ب8 مديريات، وقد تم تقديم الخدمة لأكثر من 14,000 طالب من عام 2011 وحتى 2017، موضحا إيجابيات وسلبيات البرنامج. من جانبه أوضح مسؤول التعليم الكبار وتطوير المناهج في وزارة التعليم السيد تكابا يموت خلق فرص مواصلات التعليم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تلقي التعليم في العمر المحدد للتعليم النظامي لأسباب مختلفة. وبحثت الورشة أوجه الضعف والقصور في التعليم المسائي والأساليب التي يتوجب إدخالها لحلها، وكذلك توسيع التعليم المسائي في كافة المناطق. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جابري كريستوس أن المواطن المتعلم يقوم بدور فعال في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مؤكدا على تعاون إدارة الإقليم لإنجاح برنامج التعليم المسائي. عقدت اجتماعات شارك فيها نحو 7,000 من السكان لإنفاذ برامج التنمية في مديرية عد قيح. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية عد قيح السيد حبت كيداني في الاجتماع الذي عقد بمدينة عد قيح أن سكان المديرية قاموا بصيانة أكثر من 32 كيلومتر من طريق إيجلا دمحين الذي جرفته السيول، وبناء مجرى للسيول، وتنفذ أعمال مشهودة لاستقرار التربة وحماية البيئة وإعادة توزيع الأراضي الزراعية والنظافة. وأكدت الاجتماعات على تعزيز المشاركة الشعبية لتنفيذ البرامج الموضوعة. نشرتنا ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا الأكارم، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.